السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمها صفاء، وراحت أجرت شقة في المعصرة لمدة شهر من بواب، وبعد أسبوع سابت الشقة وسابت المفتاح للبواب تحت عقب الباب، وخدت بعضها ومشيت. وهو حتى استغرب إن هي حتى ما خدتش ال2000 جنيه التأمين بتوعها، وبعت ابنه علشان خاطر يطلع ينظف الشقة، وفي نفس الوقت يتأكد برضه إن الشقة سليمة ما فيهاش حاجة. لما ابنه الشاب طلع علشان خاطر ينظف الشقة، طلع لقى فوق قتيل. وهنا على طول البواب بلغ الأجهزة الأمنية وقال لهم إن أنا أجرت الشقة ديت لواحدة قالت إن هي مطلقة ومعاها أولادها، وكانت معاها ابن عمها، وإنها هتأجرها شهر، لكن اتفاجئت إن هي سابتها بعد أسبوع. طبعا هنا بدأت الأجهزة الأمنية تعرف إن القتيل ده منين وهويته إيه. لقوا إن أهله مبلغين عن اختفائه بقالهم 3 أيام. وطبعا هنا لما جابوا أهله استدلوا عليه وقالوا أيوه هو ده ابننا محمود اللي عنده 33 سنة. طب الست دي قتلته ليه؟ على طول طبعا الكاميرات قدرت إنها تجيب الست ديت اللي هي كانت مستأجرة الشقة، وبدأوا يستجوبوها. وقالت ده كان طليقي، واحنا الاتنين كنا متجوزين وما كانش في مشاكل بينا، لكن المشاكل عرفت طريقها بينا بسبب يعني دي الحالة المالية بينا احنا الاتنين، وشاء القدر ان احنا الاتنين نتطلق، وانا اتجوزت واحد تاني. ولكن يعني بقى الحنية والحب رجعنا لبعض احنا الاتنين، لكن من غير جواز، والعياذ بالله في الحرام هما الاتنين. وكانوا بيتقابلوا في شقة بره لغاية ما عرفت ان هو هيتجوز واحدة تانية. هنا هي النار كارتها، جننت ان هو هيتجوز واحدة تانية. عملت ايه؟ اتفقت مع ابن عمها ان هي تستدرجه للشقة ديت، انها تقيم معاه العلاقة في الشقة ديت. قلت له انا اجرت شقة جديدة عشان خاطر احنا الاتنين ناخد حريتنا فيها. هنا هو في الاول مرضيش وقال لها لأ، فكلمته اختها. اختها يعني سنها من سن اختها صفاء، اصغر منها ب2 سنين، عندها 24 سنة وصفاء عندها 26 سنة. هنا هو يعني قال لك مفيش مانع بقى يقيم معاها هي اخرى علاقة ولا حاجة، ما هو العياذ بالله يعني العملية كلها حرام في حرام. فراح علشان خاطر يقابل اختها في الشقة ديت. وهنا كان الكمين يعني منصوب له ان هو دخل لقى اختها، وبدأ ان هو خلاص بقى يعني يقلع وكده. وهنا دخلت عليه هي وابن عمها وصوروه وهو عريان وبيقيم العلاقة معاها، وراحوا باعتين الصور لمين بقى؟ لعروسته اللي هو هيتجوزها. وهنا طبعا بعملت ده كله علشان خاطر تفركش الجوازة، وكمان عملت ايه؟ خلصت عليه. هي خلصت عليه بمساعدة ولاد عمها. والغريبة بقى ان هما بعد ما سألوها بيقولوا لها طب انت عملتي كده ليه وقتلتيه ليه؟ وايه اللي خلاكي اصلا صورتيه؟ صورته عشان خاطر ابعت لعروسته، وعملت كده علشان خاطر من كتر حبي ليه مش عايزاه ان هو يتجوز حد غيري. حبيت ان انا اذله، لكن بعد ما صورته برضه لقيت ان انا ما شافتش غليلي، فلا احسن حاجة كمان ان انا اخلص عليه. وهنا طبعا تم القبض عليها هي واخوه او ابن عمها وصاحب ابن عمها واختها. وهو ضيع نفسه لان هو مشي في الحرام وصدقها وراح وراها وورا اختها، وهي اتقبض عليها. وده اخرة الحرام اللي اخرته اطران. لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.